السلام عليكم طلاب الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عمر. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الثالث اللي هو تحليل الحالات الخاصة، وركز معايا في الدرس ده لأن الدرس ده من أهم دروس الوحدة. طيب، أهداف الدرس ده إيه؟ عايزين نتعلم إزاي بنحلل ثلاثية الحدود التي تمثل مربع كامل. ده أول هدف عندنا. تاني هدف، عايزين نعرف نحلل حاجة اسمها الفرق بين مربعين. تالت هدف، عايزين نتعلم تحليل مجموع مكعبين والفرق بينهم. طيب، خلينا نبدأ سريعا كده على تحليل الحالات الخاصة. أول نوع عندنا أو أول حاجة عندنا حاجة اسمها المربع الكامل. طيب، لو أنا جيت قلت لك عايزين نحلل المربع الكامل ده نعرفه إزاي؟ مبدئيا هتلاقي عندك 3 حدود بالشكل ده. ده كده مقدار ثلاثي. هتلاقي الحد الأول موجب والحد الأخير موجب، وهتلاقي الحد الأول له جذر والحد الأخير له جذر. قالك طالما الحد الأول له جذر والحد الأخير له جذر، بنروح نتأكد من الحد الأوسط. طب هو الحد الأوسط قانونه بيساوي إيه؟ موجب أو سالب 2 في جذر الأول في جذر التالت. ده قانون الأوسط. إحنا عايزين نتأكد إن هو مربع كامل. نتأكد إزاي؟ عن طريق الأوسط. طب الأوسط قانونه بيساوي إيه؟ موجب وسالب 2 في جذر الأول في جذر التالت. فأنا أروح أحسب الأوسط. لو طلع هو الأوسط يبقى ده مربع كامل. يبقى موجب أو سالب 2 في إكس أس 2 جذرها إكس. طب والتسعة جذرها كام؟ جذرها 3. نضرب دول في بعض، لو طلع الحد الأوسط خلاص يبقى هو مظبوط. آدي موجب أو سالب. آدي 2 في يبقى موجب أو سالب 2 في 3 ب6. 6 في إكس ب6 إكس. يبقى موجب أو سالب 6 إكس ده الحد الأوسط. هو ولا مش هو؟ هو الأوسط. طالما هو الأوسط يبقى هيتحلل إزاي؟ قوس مرفوع لأس 2. باخد جذر العدد الأول. الإكس أس 2 جذرها إكس، والتسعة جذرها 3. يبقى باخد جذر العدد الأول وجذر العدد الأخير، وأحط إشارة النص اللي هو سالب. طيب تعالى نعيدها تاني كده. لو احنا عايزين نعرف هو مربع كامل ولا لا بنعمل ايه؟ لازم في 3 حاجات يتحققوا. أول حاجة الحد الأول يبقى له جذر، والحد الأخير له جذر، ولازم يكون الحد الأوسط مظبوط. الحد الأول له جذر يعني ايه؟ الإكس أس 2 جذرها إكس. طيب والتسعة جذرها كام؟ التسعة جذرها 3. كده فاضل خطوة واحدة بس عشان نعرف هو مربع كامل ولا لا، إن احنا نحسب الحد الأوسط. طب هو الحد الأوسط ده هنحسبه ازاي؟ عن طريق قانون الأوسط. اللي هو ايه قانون الأوسط؟ قانون الأوسط موجب أو سالب 2 في جذر الأول في جذر التالت. ده قانون الأوسط. يبقى أنا دلوقتي عشان أتأكد إن هو مربع كامل لازم أنا أروح أشوف الحد الأوسط. آدي موجب أو سالب 2 في الإكس أس 2 جذرها إكس، والتسعة جذرها 3. يبقى موجب أو سالب 2 في 3 في إكس. 2 في 3 ب6. 6 في إكس ب6 إكس. يبقى ده كده مربع كامل. يبقى الحد اللي قدامي ده كده مربع كامل. طب يا أستاذ، أنا خلاص عرفت إن هو مربع كامل. بنحلله إزاي بقى؟ قوس مرفوع لأس 2. الإكس أس 2 جذرها إكس، بنزل جذر العدد الأول. والتسعة جذرها 3، بنزل جذر العدد الأخير وأحط إشارة النص اللي هي إيه؟ اللي هي سالب. فتبقى المسألة بتاعتي إكس ناقص 3 الكل أس 2. السؤال التاني بيقول 4 إكس أس 2 زائد 20 إكس زائد 25. عايزين نحلل ده. مبدئيا لو جينا نلاحظ دول كام حد؟ 3 حدود. يبقى ده مقدار ثلاثي. الحد الأول له جذر والحد الأخير له جذر. فاضل إن احنا نتأكد من الأوسط.
طيب هنتأكد من الأوسط إزاي؟ عن طريق قانون الأوسط اللي هو موجب أو سالب 2 في جذر الأول في جذر التالت. لو طلع هو الحد الأوسط يبقى ده كده مربع كامل، يبقى موجب أو سالب 2 في جذر الأول 4 إكس أس 2 جذرها 2 إكس في 25 جذرها كام؟ 5. تعالى نضرب دول في بعض، 2 في 2 ب4، 4 في 5 ب20، 20 في إكس ب20 إكس. طيب هو الحد الأوسط ولا مش هو؟ هو 20 إكس، خلاص يبقى ده كده مربع كامل. طب المربع الكامل بيتحلل إزاي؟ بيتحلل قوس مرفوع لأس 2 بالشكل ده. بناخد جذر العدد الأول وجذر العدد الأخير. 4 إكس أس 2 جذرها 2 إكس، وال25 جذرها 5. أنزل إشارة النص، يبقى إشارة النص هنا إيه؟ موجب. يبقى التحليل بتاعي 2 إكس زائد 5 الكل أس 2. السؤال التالت بيقول لي إكس أس 2 زائد 9 إكس زائد 81. عايزين نعرف ده هيتحلل إزاي. لو جينا نبص ده كده مقدار ثلاثي، 3 حدود، الأول له جذر والأخير له جذر، يبقى أنا هروح أتأكد من الحد الأوسط. طب هو الحد الأوسط بيساوي إيه؟ لسه قايلين قانونه حالا، موجب أو سالب 2 في جذر الأول في جذر التالت. يبقى الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الأول إكس أس 2 جذرها إكس أس 2 جذرها إكس في 81 جذرها كام؟ جذرها 9. يلا نضرب، 2 في 9 ب18، 18 في إكس ب18 إكس. هل ده هو ده؟ لا طبعا، يبقى ده كده ليس مربع كامل. طب ليه ده مش مربع كامل؟ لأن الحد الأوسط ما بيساويش الحد الأوسط اللي الراجل مديهوني، يبقى ده كده مش هيتحلل بالمربع الكامل. طيب السؤال اللي بعده عايزين نعرف ده مربع كامل ولا لا، ولو هو مربع كامل عايزين نحلله. طيب أنا ملاحظ إن الحد الأول له جذر، جذره كام؟ جذره 5 إكس أس 2، والتسعة واي أس 2 له جذر، له 3 واي. نروح نتأكد من الحد الأوسط. طب هو الحد الأوسط بيساوي إيه؟ بيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الأول في جذر التالت. اكتب القانون عشان ما تنقصش عليه. أدي موجب أو سالب 2 في 25 إكس أس 4 جذرها كام؟ جذرها 5 إكس أس 2 في جذر الأخير التسعة جذرها 3، والواي أس 2 جذرها واي. يبقى ده موجب أو سالب 2 في 5 ب10، 10 في 3 ب30، إكس أس 2 في واي بإكس أس 2 واي. يبقى المقدار الأوسط بتاعي، الحد الأوسط بتاعي 30 إكس أس 2 واي هو الأوسط. طالما هو الأوسط يبقى هنروح نحلل. طب ده بيتحل إزاي؟ قوس مرفوع لأس 2، قوس مرفوع لأس 2، 25 إكس أس 4 جذرها 5 إكس أس 2. طب و9 واي أس 2 جذرها إيه؟ جذرها 3 واي. إشارة الحد اللي في النص اللي هي الأوسط اللي هي سالب. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه؟ أي المخططات الآتية تمثل تحليل كثيرة الحدود ده؟ طبعا أنت لو جيت تلاحظ 9 إكس أس 2 ليها جذر، والأربعة ليها جذر، خلاص يبقى نتأكد من الأوسط. من غير ما نتأكد من الأوسط إحنا ممكن نحلل ده بالمقص، لأن الراجل مدينا المخططات كلها بالمقص. مستر هو ينفع أحلل غير بسيط أو ممكن مثلا نحلل البسيط بالمقص؟ عادي. 9 إكس أس 2 هنخليها 3 إكس في 3 إكس، الأربعة هنخليها 2 في 2 ونجرب. 3 إكس في 2 ب6 إكس، 3 إكس في 2 ب6 إكس. هل العددين دول طرحهم 9؟ لا يا مستر، ده العددين دول طرحهم 0. اختيارنا الاتنين في 2 ده غلط، هنغير، هنخلي مثلا الأربعة دي 4 في 1 ونروح نشوف.
3 إكس في 4 ب12 إكس، 3 إكس في 1 ب3 إكس. هل ال 12 إكس وال 3 إكس طرحهم 9؟ أيوة يا مستر طرحهم 9. خلاص يبقى احنا كده حاطين الأرقام صح. طيب لو الأخير سالب يبقى الكبير في العددين دول بياخد إشارة الأوسط. طب مين الكبير 3 إكس ولا 12 إكس؟ لا طبعا الكبير 12 إكس. 12 إكس هتاخد إشارة الأوسط اللي هي سالب، والتاني ياخد عكسه اللي هو إيه؟ اللي هو موجب. يبقى 3 إكس ناقص 4 في 3 إكس زائد 1 اللي هو الاختيار رقم ألف. اوجد قيمة ايه التي تجعل هذا المقدار مربع كامل؟ والله عشان المقدار ده يبقى مربع كامل لازم يكون الحد الأوسط متحقق معايا. طب الحد الأوسط ده هيتحقق ازاي؟ عن طريق قانونه. يبقى موجب أو سالب 2 في جذر الأول في جذر التالت. يلا نروح نعوض. يبقى موجب أو سالب 2 في جذر الأول الإكس تربيع جذرها إكس، في 64 جذرها 8. يبقى هنضرب 2 في 8 في إكس، 2 في 8 ب16. يبقى موجب أو سالب 16 إكس. ده كده يا جماعة الحد الأوسط. يبقى قيمة إيه التي تجعل هذا الحد مربعا كاملا؟ هتبقى موجب وسالب 16 إكس. طيب سؤال 7 بقى بيقول لك يوجد قيمة إيه التي تجعل كل مما يأتي مربعا كاملا. يعني إذا كان ده مربع كامل عايزين نجيب قيمة إيه؟ طيب هو الإيه ده موجود فين؟ الإيه ده موجود في الأول. يبقى عشان نجيب الأول لازم نكتب قانون الأول اللي هو إيه بقى قانون الأول؟ قانون الأول بيساوي إيه؟ الأوسط تربيع على 4 في التالت. ده القانون بتاع الأول. الأوسط تربيع على 4 في التالت، والتالت زيه بس بنعكس بس. خلينا في موضوعنا. الأول هنا هنجيبه إزاي؟ الأول هيساوي إيه؟ الأوسط تربيع فين الحد الأوسط؟ اللي هو 20 إكس. يبقى 20 إكس الكل أس 2 تربيع على 4 في التالت. أدي 4 في الحد التالت بكام؟ ب25. فيبقى المقدار بتاع 20 تربيع ب400، والإكس تربيع تنزل زي ما هي. فأنا وزعت التربيع على الاتنين وعلى الإكس. طب وتحت 4 في 25 بكام؟ 4 في 25 ب100. أطير الصفرين مع الصفرين يتبقى لي 4 والإكس أس 2 تنزل زي ما هي. ده كده بالنسبة للإيه؟ ده بالنسبة للحد الأول. يبقى الإيه هتساوي 4 إكس أس 2. الراجل بيقول لي في السؤال رقم 8 اوجد قيمة إيه التي تجعل كل مما يأتي مربعا كاملا. طيب هو الإيه اللي أنا عايز أحسبه ده مكانه في الأول ولا في الأوسط ولا في الآخر أو في التالت؟ ده مكانه في التالت. يبقى احنا هنروح نكتب قانون التالت. طب وقانون التالت بيساوي ايه؟ زي اللي فوق بالظبط مع اختلاف ان احنا هنغير بس الاول مكان التالت. الاوسط تربيع على 4 في الاول. يبقى انا هروح اقول له الحد التالت يساوي الاوسط تربيع. هنروح نجيب الاوسط. هو الحد الاوسط كام؟ 14 اكس الكل تربيع على 4 في التالت اللي هو كام؟ على 4 في الأول اللي هو كام؟ اللي هو إكس أس 2. طيب تعالى يلا نحسبها. 14 تربيع هيطلع معاك 196، والإكس أس 2 تنزل زي ما هي، ودي 4 إكس أس 2. طبعا إكس أس 2 هتروح مع إكس أس 2 يتبقى لي 196 على الأربعة. هيطلع معانا العدد ده 49. يبقى في الحالة دي قيمة إيه هتساوي كام؟ 49. ده بالنسبة لأول نوع من أنواع التحليل ده في الدرس بتاع النهاردة اللي هو إيه؟ تحليل المربع الكامل.
تمام. هندخل بعد كده على جزئية مهمة قوي وسهلة في نفس الوقت، اللي هو تحليل الفرق بين مربعين. ازاي اعرف ان انا بحلل الفرق بين مربعين؟ هيبقى المسألة بتاعتي المرة دي حدين بس، والاول له جذر والاخير له جذر واشارة النص سالب، عشان كده اسمه فرق بين مربعين، فلازم تكون اشارة اللي في النص سالب. طب لو ده اتحقق يا مستر بيتحلل ازاي؟ قوسين شبه بعض مضروبين في بعض، الاكس اس 2 اكس في اكس، التسعة 3 في 3، واحدة موجب وواحدة سالب. يبقى انا لو عايز احلل اكس اس 2 ناقص 9، والله دول يا مستر حدين، والاول له جذر والاخير له جذر، يبقى ده يتحلل فرق بين مربعين. هنزل ايه؟ الاكس اس 2 جذرها اكس، فالاكس اس 2 هنخليها اكس في اكس. طب والتسعة 3 في 3، الاشارات واحدة موجب وواحدة سالب. طب تعال ناخد مثال كمان، الراجل بيقول لك 9 اكس اس 4 ناقص 16 واي اس 2، عايزين نحلل ده. طب ده هيتم تحليله ازاي يا مستر؟ والله برضو دول حدين، الحد الاول اهو والحد الاخير اهو، واشارة النص سالب، يبقى ده يتحلل قوسين مضروبين في بعض. 9 اكس اس 4 هيتحلل 3 اكس في 3 اكس. 16 واي اس 2 هيتحلل 4 واي في 4 واي. الاشارات واحدة موجب وواحدة سالب. السؤال اللي بعد كده بيقول لك 1 ناقص 100 اكس اس 2 واي اس 2، ده بيتحلل ازاي؟ قوسين شبه بعض مضروبين في بعض. الواحد عبارة عن واحد في واحد، 100 اكس اس 2 واي اس 2، المية هتبقى 10 في اكس واي، ودي 10 اكس واي، واحدة موجب وواحدة سالب. يبقى التحليل بتاعي 1 ناقص 10 اكس واي مضروب في 1 زائد 10 اكس واي. تمام. ده بالنسبة للفرق مربعين أو الفرق بين مربعين. طيب التحليل اللي بعد كده بيتكلم عن حاجة اسمها تحليل مجموع وفرق مكعبين. طيب بنعرف التحليل ده ازاي؟ الراجل بيبقى مديني حدين، يبقى دول كده حدين، هتلاقي الحد الأول له جذر تكعيبي والحد الأخير له جذر تكعيبي. طب هي الإكس أس 3 جذرها إيه؟ جذرها إكس، وال27 جذرها كام؟ ال27 جذرها 3. طب ده بيتحلل ازاي؟ قال لك بيتحلل قوس صغير وقوس كبير. الاكس اس 3 جذرها اكس، وال27 جذرها 3، اشارة النص سالب. طيب عشان اكون القوس الكبير بعمل ايه؟ هربع الاكس، هربع الاكس تبقى اكس اس 2، وربع التلاتة هتكون 9، وربع التلاتة هتكون 9 في الآخر. دايما التسعة موجبة، دايما الحد الأخير ده هيبقى موجب. هغير الإشارة ده اهي، بدل ما هي سالب هتكون موجب، وبضرب دول في بعض، 3 في اكس ب3 اكس. يبقى تاني التحليل ده بيتم ازاي؟ طبعا الأول له جذر تكعيبي والأخير له جذر تكعيبي، خلاص ده هيتحلل قوس صغير وقوس كبير. طيب القوس الصغير هنكتب فيه ايه؟ هنكتب جذر الأول وجذر الأخير. الإكس أس 3 جذرها إكس، وال27 جذرها 3. عشان أكون القوس الكبير بربع العدد الأول وربع العدد الأخير، ودايما الأخير موجب، وأغير إشارة الأوسط. فعشان نكون القوس الكبير ده هنغني أغنية كده، هنقول إيه؟ ربع ربع غير واضرب. يعني إيه ربع ربع غير واضرب؟ لما ربع الإكس تبقى إكس أس 2، لما ربع التلاتة هتكون 9، أغير الإشارة اللي في النص، بدل ما هي سالب هتكون موجب، واضرب دول في بعض، 3 في اكس ب 3 اكس. يبقى القوس بيتفك بالشكل ده.
طب تعال ناخد مثال كمان. دول كام حد قدامك؟ والله يا مستر دول حدين. طب بيتفكوا ازاي؟ قوس صغير وقوس كبير. طب عرفنا منين؟ عشان كل واحد فيهم له جذر. يبقى هيتحللوا قوس صغير وقوس كبير. يلا ايه اس 6 جذرها التكعيبي كام؟ جذرها التكعيبي ايه اس 2. ليه؟ لان احنا بنقسم الاس على التلاتة. طيب التمانية جذرها التكعيبي 2. بي اس 3 جذرها التكعيبي بي. اشارة النص سالب. يلا عشان نكون القوس الكبير هنقول ايه؟ ربع ربع غير اضرب. ربع ربع غير واضرب. لما ربع الايه اس 2 هتبقى ايه اس 4. لما ربع 2 بي هتبقى 4 بي اس 2. ودايما الحد الاخير موجب. غير الاشاره اللي في النص، لو هي سالب تبقى موجب. ونضرب دول في بعض. 2 بي في ايه تربيع ب 2 ايه بي تربيع. ب 2 ايه تربيع بي. يبقى التحليل هيبقى بالشكل ده، قوس صغير وقوس كبير. هناخد جذر العدد الاول وجذر العدد الاخير. طب عشان نكون القوس الكبير هنقول ايه؟ ربع ربع غير واضرب. تعال ناخد مثال كمان. لو جينا نبص للمسألة دي، دول حدين، ادي الحد الاول وادي الحد الاخير. الواحد له جذر تكعيبي كام؟ واحد. طب وال 512 لها جذر تكعيبي؟ اه. ال 512 لها جذر تكعيبي؟ اه. ال 512 جذرها التكعيبي كام؟ جذرها التكعيبي 7. طب اكس اس 3 ليها جذر، جذرها التكعيبي اكس. واي اس 3 ليها جذر، جذرها التكعيبي واي. يبقى ده اتحلل قوس صغير وقوس كبير. الواحد جذر واحد. نكون القوس الصغير الاول. الواحد جذر واحد. 512 اكس اس 3 واي اس 3. ال 512 جذرها 7، جذرها التكعيبي طبعا. اكس اس 3 جذرها اكس. واي اس 3 جذرها واي. اشاره النص موجب. طب يلا عشان نكون القوس الكبير كنا بنقول ايه؟ ربع ربع غير واضرب. لما ربع الواحد هيكون واحد. لما ربع 7 اكس واي هتبقى 49 اكس اس 2 واي اس 2. لان السبعة تربيع ب 49، واما ربع الاكس وواي تبقى اكس اس 2 واي اس 2. او في النص هنغير الاشاره، بدل ما هي موجب تكون سالب. ونضرب دول في بعض. 7 اكس واي في واحد ب 7 اكس واي. يبقى المسألة بتاعتي هتتحلل بالشكل ده. 1 زائد 7 اكس واي مضروبة في 1 ناقص 7 اكس واي زائد 49 اكس اس 2 واي اس 2. ده كده بالنسبة للتحليل الدرس الثالث اللي هي الحالات الخاصة. كده الحمد لله تم الانتهاء من الدرس الثالث اللي هو تحليل الحالات الخاصة. تمام. اشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية في الدرس اللي عليه الدور.